رياضي صاير عندنا حقيقة مو معقول. أنا طول السنة مو عاجبني ذا الرئيس، مو معقول. أكيد في شيء صح فيه، أكيد في شيء صح فيه. خليك صريح. يعني أنا بقول لك مو معقول، يعني حقق بطولات تطلع عيوب، حقق مدري وشو تطلع عيوب، ما صار يجيب بطولات زدت ذا. وأنا أقول حقيقة للنصراويين، سواء عاد جلس فيصل بن تركي، رحل فيصل بن تركي، هذا إدارة وأيضا أعضاء شرف يقررون وجمهور. لكن أنا أقول كلمة حق، أنصفوا الرجل. طيب ابو خالد، بس بصراحه اللي شيء مو غير مقبول. انا شوف، انا بقول لك، انا تدري، انا بقول لك عشان يعرف الجميع، انا كم تدري كم لي ما شفت فيصل بن تركي؟ اخر مره شفته في عزاء سلمت عليه، وذا ما بيني وبينه اتصال ولا بيني وبين ذا. بس انا اشوف رياضتنا دائما مجحفه يعني فيها، فهمت؟ يعني مجحفه في حق اي واحد يقدم. تخاف انها تكون طارده؟ لا طارد يعني. هي انا بقول لك، شوف انا بقول لك والله رياضتنا من فتره صارت طارده، بس المحبين يجون غصب. ولا من فتره هي طارده. لين انا بقول لك مش اللي خلاها طارده مو بالجمهور، والله من يضحك على الجمهور، من يسوق المشهد الاعلامي. ايه من يسوق. لا بس الكلام ابو خالد صحيح على حساب الجمهور. للاسف ابو الجمهور، انا بقول لك اي جمهور في اي نادي، فهمت؟ لابد انك تحترمه ولابد انك تعطيه حقه، بس لابد من الجمهور ايضا يعطي الرجل هذا برضو حقه، فهمت؟ واذا حتى بغيته انه يمشي لابد ان يكون في ادب. يا اخي انا اسمع رسائل واسمع مسجات، يا اخي ما تدل يا اخي انك رياضي، ما تدل حقيقة انك رياضي ابدا. يا اخي انا اختلف مع واحد، فهمت؟ عشان كورة يعني تصل اني اسبه وتصل اني اهز او تصل ان ذا، لازم نرتقي. وارجع واقول جمهور النصر، انا ماني مع فيصل بن تركي في عديد من الامور واخطاء صارت فيها، لكن الرجل لابد ان ننصفه ونعطيه حقه. مو بكل جاي تيار، يعني تيار حقيقة قوي ضد هذا الرجل. انا ما ادري من اللي اذا كان في احد وراء هذا التيار فهي مصيبه، فهي مصيبه. في لا انا بقول لك لا في رياضتنا. نعم. ولكن تسمح اذا لي كان في يا ناس، أبو. انا بقول لك اذا كان في ناس ونصراويين ترى، لا انا بقول لك اذا كان في ناس يخافون الله، وان شاء الله احنا في ديرة اسلام كلنا نخاف الله، اعطوا الرجل هذا يا اخي حقه، بغض النظر جلس او مشى. فهمت؟ بغض النظر جلس او مشى.